يقول همي وحدي. أنا وأنت يا أم نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. أنا وأنت يا أم نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. رضينا بمهم وهم ما رضيش، أو رضينا بمهم وهم ما رضيش. فرقة يا ربي نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. فرقة يا ربي نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. أنا وأنت يا أم نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. أو رضينا بمهم وهم ما رضيش، أو رضينا بمهم وهم ما رضيش. إذا كان همي يهمك فهمك مؤكد وهمي وهمي يهمك. إذا كان همي يهمك فهمك مؤكد وهمي وهمي يهمك. أنا وأنت يا أم نشي بس نعيش بعزة وكرامة وملح وإيش. أو رضينا بمهم وهم ما رضيش، أو رضينا بمهم وهم ما رضيش. همي همك تعال يا ابني تعال، مكانك تهاوي. ايوه عدو المره دي مغير شكلك ها، سبايكي كريستيانو داخل القريه، هذا وانت بالقريه كيف تعمل داخل المدينه كيف؟ شوف كيف يغمز لي. دخلوا دخلوا. تعال يا ابني تعال، مكانك سارق من سقف لاسق من دكان لدكان، الناس حالتهم بالتنك وانت دخل دخل يا اخي. تعال هنا، ايش معك انت؟ واه انا قاتل. حياك الله، تحياتي. تفضل ولا كمل الذخيره. عسكري شدد الحراسه عليهم، ها، من أن يعرف الجميع ان العداله موجود، الامن موجود، والدوله موجوده، ويا ريت حد يصبح لي لانه داري ان انا اصبح سريع. قدام ما معك؟ لقينا القبض على هذا الشيبه وهو بيتضارب مع مرته، واعتقد ان هذا المره هو اللي بدأ. شو نعمل له محضر شرع بالقتل؟ عجيب وغريب، عملتها يا حاج. كيف لك وهي كل مرة تندعك ضربة وقتلة وبدعا وهي خلاص يا فندم، زمن مطهر ومباطل راح. سمعت انها محارب قرعان وانا عملت هجمة قوية لها استباقية وضربتها وطلقتها. خلاص. الله يحييك يا رجالة، احسنت يا حاج. يلا ابو لي انت ابوك لك يا حاج، انت ابوك الدنيا لعبها. كيف انت ضربته؟ اذا وطلقته، باقي لي عندك 300,000 مؤخر صداق، وعليك محضر، وعليكم يلا هنا فتح الداخل. اسمع يا فندم. اسمع. هذا ايش موضوع مساعد ياسين؟ اعتقد يا فندم انه مقيم غير شرعي، يعني دخل البلاد بدون جواز ولا تأشيرة. الله عليك المستعان. شوف يا فندم، انا في قرية مركوضة هذه 5 سنوات،
وما حد كلمنا، واليوم تذكرتم اني مقيم غير شرعي وتحبسوا لي. وبيض الله المستعان، وبيض الله المستعان. قدي وبيض الله المستعان. اسمع يا أرنجة، لك 50 عندنا ما اختلفناش، وانت عندنا ومقيم وبغير إقامة شرعية، واحنا ندق العامسين ونقول ايش؟ اتعامس. حرام. لكن انه وقت الأزمة لا تنسيش انك ايش؟ قمت بيع الدبة الصغيرة هذيك الصغير ب3000 ريال وعملت لنا أزمة ومشكلة داخل القرية. هذا بطل مسحقي، هذا حق سعدون. شوف انا ساقي بعرقي. ساقي بعرقك وانا ساقي بعرقي، دخلوا. بس الناس هذو. سعد وسيم، على ضيف فندم. خليك هنا بدالي بالقسم. انا بروح لبيت الشيخ ابو الدبشه اشوف موضوع ليش النازحين، نسجل اسمائهم، بياناتهم، اعدادهم، فين بيجلسوا، مع مين يجلسوا، كم المده اللي يجلسون، من دخل، من خرج، هكذا. سجل ليش؟ ليش؟ اسالنا ليش؟ الله يرحمك يا رجاله، الله يرحمك يا رجاله. شوف يا ابني، علشان يكون عندنا حاجتين، الحاجه الاولى كشف احصائي بياني باسماء النازحين. والشيء الثاني وهو المهم، لا تنسيش الآن بيجي الإغاثة والمعونات من كل مكان. منو شي يستلمه؟ احنا. كيف؟ عليك نور. سعد وسيم؟ ايوه فندم. اعمل حسابك إن أنا بتأخر بالرقعة، تمام؟ براحتك يا عم. بعيني بعيني. عسكري. الله يفتح لك يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم حاتم حبنا 3 شاي لو سمحت. 3 شاي يا خالد. من عيوني يا عم حاتم. بشر بشر. كيف البنك؟ تفضل يا عم سعيد. سلام. تفضل. الو، كيف؟ الحرب وصلت عندكم؟ طيب انتبهوا على انفسكم ولا تخرجوش من البيت وانا برجع اتصل لكم. مع السلامة. خالد، من هذا الذي كنت تكلمه في التليفون؟ ما له وجه كذا طلب. يا عم حاتم هذا اخي متعز اتصل وقال الحرب وصلت عندهم، ما اناش عارف ايش افعل. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع، قل لهم يخرجوا من المدينة. يخرجوا وين يروحوا؟ ياتوا لهنا. يا عم حاتم انت معك عشة واحدة وانا انام في المحل اقعد اعبس، وين اجيبهم؟ انت ما يهمك يا ابني، انت اتصل بهم ووصف لهم القرية وخليهم يجوا لهنا، و1000 بيت في القرية بيستقبلوهم. انت اتصل بهم بس. طيب يا عم حاتم. الو اخي، خذ الاسره كامل وهاتهم لعندنا. ايوه احنا في قريه مركوضه. يلا مع السلامه. لا حول ولا قوة الا بالله. صدق اللي قال بداية الجنان تعلمه. ما قصدك يا عم حاتم؟ قصده على موضوع الحرب ده، بدأ من الحه وكملان جد، وقرح انا محارب الحين والناجحين اتوا عندنا، والله على ما بعدها. وقلب قلب والله يا شيخ. محربته لا كان لا ألم بال ولا كان ألم خاطر، وقلنا تي أزمة بينهم أزمات وتأدي، وإنها شوية وبندق ورا بندق ومسلحين أتون وتفلحسن في مشوارع وهات يا حرب وما حدنا محرتو تقارح تقراحن. قلنا والدنيا خاطرك. حول ولا قوة إلا بالله. وعلامة محارب ذي، علامة مسلم يقتل مسلم، يمني يقتل يمني، احنا يمنيين الدم واحد والأرض واحد والدين واحد، وعلامة قتال. حرام نقولن، حرام نقولن. الله يخالقنا والله أكبر عليك يا إبليس، سبب الفتن والمشاكل. آدك وآد متحيتم بيوت متدمرا، وكم يا أسر ماتوا، واللي تلا شظية، وام نسوان خارجون في مشوارع يبكون مثل مجاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب قل لنا، في ضحايا كثير؟ للأسف في ضحايا كثير، معظمهم من الأبرياء والمساكين. والمشكلة إنهم ضحايا مبريا ذيلا، لا هم أن فريق ذا ولا هم أن فريق ذا. وأنا معدتهم حرب زادا ومقتل في مشوارع ومدم زي مسيل. قلت لا، ما هنا طربالت بزت أفشي وأتت عندكم. قلت والله ما لها لا، انت قرية مركوضة وانت أمي برقوق. أمس على كبريتو، حياك الله على الراس وعيني يا بن خيي، لكن منهم ذيلا اللي معاك ما عرفتناش. قلت لي ذي يا يحيى وذي يا حمد جيراني في الآصمة،
وانا من يوم ما اتيت وسكنت عندهم وهن نتآمل انا وياهن كأهل واسرة واحدة، ويعلم الله وجهاله انهم ذي يعاملونا بكل حب ومودة واحترام، وكانوا يشبكون القرية حقهم، لكن تقارحن حمار هناك عندهم تقارحن. وبعدين قلت لهم اسمعوا يتو عندنا وننزلهم قرية حق مرقوضة ومنك يا بيت الله. اهلا وسهلا بكم جميعا. سامحونا يا جماعة ولو ثقلنا عليكم. الله المستعان عليك من كذا. ثقلوا علينا، احنا اخوة والحال واحد والبيت بيتكم فوق علينا وراسنا. واهلا وسهلا بكم. زاق الزقيل يا شيخ. من اليوم تحيدون ضيوف، لا احتاجوا اي حاجة توفروها. تمام على طول يا شيخ، فوق عيوننا ورؤوسنا. على طول يا فندم. ما في. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ موجود؟ أيوة يا ابني تفضل. ميلك سؤال بس واني محرجة منك الصراحة. تفضل. لما حبستون هالدوشي؟ هالدوشي؟ قصدك الحاج هديش؟ قالوا هالدوشي. وانا اقول لما نكمل لي الجدار حق السجن كل الرسومات، قلوب وسهام وذكريات وحمام. حبسنا. لما حبستنا لما؟ اقول لك هذا الجبر وتنبالم ضرب مرته وزين طلقه. طلقها؟ الله يبشرك بوجه النبي. انا بدالك يا رجاله. وبعدين قولي لي لما تسالي عليه. لا ولا حاجة، بس انت دائما مرتها توظبها وتضربها، ويتي دائما يشتكي عندهم شيخ. من حقها انها يتحرر من ذا الاداب ويعيش حياة حلوة وكريمة. حرام تحبسونا، حرام. يعيش حياة كريمة؟ قام عاشونيش الشباب، عادش يعيش الشيبة. اقول لك يا حاجة ضرب مرته وزين طلقه وبنات الناس ما هنش لعبة عاد يرقم بين الشارع. بنات الناس؟ اقول لك معاه مرة عمرها 100 دنها مثل موميا فوق انقاده. قال لك بنات الناس. وبعدين قل لي يعني ما دامتها في مسجن كيف شي يدبر لكم انبياس؟ ضروري انكم تخرجونا علشان يعرف يدبر انبياس. والله عندك حق، لكن بصراحة ما قدرت اطلق سراحه ابدا الا اذا في ضمين. يدي ضمين والله معه. ضمين؟ ايوه اصلا مشيخه قال انه يضمنه، وانا كنت باكي لك لما انقسم علشان تضمنه، لكن سبحان الله العظيم سبحانه حصلتك الانباب. الشيخ ابو دشة قال لك يضمنه؟ ايوه هو قال لي. تاكد؟ ايوه. ما دام الشيخ قاقع، الشيخ قد رفيق الدرب والنضال. بسم الله بضمانة الشيخ. لا قولي لي يا حجة كم عمري؟ عمري؟ تعرف مزلزال حق دمار؟ زلزال دمار ماله؟ ايامه واني كنت ادني ارضاء من ولدتي. ترضعي؟ قولي ايام الزلزال اللي حصل ايام عمر بن الخطاب، ايام على زلزال دمار. وبعدين ما دخلك بام عمرك؟ شوف احنا بنات سمحنا ده السؤال، كم عمرك؟ اللي بعنا نحن ضمانه وبس. وهذه الضمانة يا حجة. والنصيحة لوجه الله، لا معي قليل بياس، اشتريت لك سجادة وزنة صلاة واشتريت لك اسمه ده كفن وحنوط وكافور واستعدي للآخرة. شو تحطمني؟ بالعكس كلامك ده يهب لي دفع للأمام. يو حقك يا هديش. فطوم ما تلاحظنش الناس حذيلة من ساعة ما قن وهن ساكتت ولا حتى بعدين ملتمة شكلهن السلاحة فنينجة. والله حتى أنا مستغربة يا دبشة، بس أكيد إنهن محرقات. وبعدين لا تنسنش إنهم واقين من حرب يا دبشة. أهلا وسهلا بكن وحيا بكن. مالكن؟ رفعوا اللثام وخلصوا من بالطو، خذوا راحتكن من بيتكن. اسمعوا يا بنات، اليوم تعالوا بعد المطبخ وانتم خذوا راحتكن، البيت بيتكن. حيا بكن، أهلا وسهلا بكن. يلا يا بناتي يلا. ما
حنم ضيوف ذيلا اللي اجين مع الموري شكلسن عندنا ولا شي بكون بيت برقوق. ما رايك يا امي بزهم بيتنا ولا في حد فاضي. والله يا بناتي يجيبوكوا بيت برقوق ولا شيتون عندكم الله معاهن. ذا بيت الشيخ حيابهن في اي وقت. وبعدين ذا الحكم جعل احنا ده على الشيخ. المهم دحين خلوا احنا نحيد ميلتنا. انت يا بنتي بكمبير هاتي مايو. حاضر. انت فطوم تعليم ام مطبخ. حاضر يا امي. يا حاج وليش يلا خلاص افراج لا افراج. خلاص براءة. ايش من براءة؟ انت خرجت بضمانة الشيخ ابو دبشه وعمة الشيخ جت اديت لك الافراج علشان تخرج تدبر لك فلوس وتحل المشكلة حقك. انت اللي حبيتي بضمانة وامره بفراج. قلبي كان يقول لي وحاسس انك توقفي معي في المواقف ده. كيف موقفش معاك وانت بالنسبة لي انت داري وايش؟ قهري على بسنين اللي صارت، قهري على باطل وظلم. لا تقهر ولا حاجة، مالك ومال الماضي، الماضي ذا ولا وراح، خل احنا ننطلق للمستقبل، آدم أمر طويل. مستقبل مين يا حج انت وياه؟ اكتبتوا لي مهند ونورهانا، سيروا موتوا بعيد، خلونا نشتغل الله. مهند ونور. يا حاجة كلمي الشيخ يضمننا، أنا في وجهك وخارجين مثل ما خارجتي هذه السيبة. عيب عليك، ما تستحي تكلمها وأنا موجود. الله يقلعك. فديش؟ غير آلية؟ أيوة. خلاص ولا يهمك، أنا شبلغ رسالتك للمشيخ وأقول له. جالسين والأرض يروحوا لكم. وأنت اسمك حبيبي؟ يحيى عبد الله اسماعيل. يحيى عبد الله اسماعيل. مشكورين وسامحوني يا اخواني انما اشتقلت عليكم، لكن هذه اجراءات امنيه وضروريه لازم نتخذها. الله يا بيضل فضحتنا وسوت وجوهنا سود الله وجهك. الناس نازحين عندنا وقاعد من حاضر وضيوف وانت تحقق معاهم تعمل تحري. يا شيخ ابو دبشه يا رفيق الدرب والنضال، انت فاهم ان هذه اجراءات امنيه ضروريه لازم نتخذها يا اخي. يعني لازم اعرف من دخل القريه من خرج من طلع من نزل من كذا هذا مسؤوليه تعب. يا فندم بيرم انت الحين كنت سجلت الاسماء كلنا اتباك شيوك الا اتباقي شيوك. عايزتي اعرف كم سجلسوا وعندي نن. يا اخي ما دحين انت زي التبع. اقول لك الناس عندنا ضيوفه. وأمبرجوج خليه يشوف أمله. اسمع يا فندم، أنا وضيوفي هنجلس هنا لما تكمل محارب. تستمر هذه الإقامة إلى يوم القيامة بعد العصر، الله أعلم متى تكمل الحرب. طيب عندي من تجلسوا؟ وقلب قلب أكيد هنجلس عند أمي برقوق. إذن مسؤوليتك أنت يا برقوق، مش بعد جزمك إني وحرودة رقاب، والله ما يقع لا كراح رقاب. بن خيين قمش الشحاكك في موضوع. يلا خير وأمبرجوج ما في. اسمع يا بن خيين، يا اخي انت شتجيب بيتي عندي على راسي وعيني، لكن ذيل الضيوف اللي معاك كيف اضمنهن؟ اصلا لا اعرفهم ولا صرفهن. يا أمبرجوج أقول لك ذيلا مش جيران، ذي أكثر من الأهل وأملون بطيبة، أنا أضمنهم بروحي. يا ابني ما قلناش احنا حاجة، جيرانك لكن البيت حقي صغير ماشي يوسعش. اصلا انا معايا 2 عشرة مضافة، عشا لي ولعيالي وعشا لك ولعيالك، يعني ما يوسعش. الله مستعان عليك يا أمبرجوج. أقول لك ذيلا عتو وأنا رافع راسي إننا بو ناس بيستقبلني هنا، ما بعرف كذا تتهرجه. اسمع يا ايتو انا وياهم نسكن عندك ولا نرجع صنعاء؟ بني لا تربطش حمارك بحمار المدبر، تعال انت عادي. كن صلوا على رسول الله، الله يفضحكم، وضعتوا صوتكم للمضافة، ما في؟ انت يا شيخ ابو دبشه، انت اسمع مهرجه اللي تهرجه امي، كيف انا اجلس انا عنده وارجع ضيوفي صنعاء؟ ايش يفضح بي بين الناس ذا؟ لا ما محو كذا، الحال يطرد الضيوف يضحكوا علينا الناس، ده اسمه فسالة، نذالة، حقارة، تفاهة. يا شيخ انا قلت الله تعال عندي في البيت على راسي وعيني، لكن ضيوفها في نابهم بيت صغير.
وانا قلت كلمه والله مثنيها، يا نجلس سوا انا وضيوفي هنا ولا نرجع صنعا محل ما كنا. الله يخزيكم يا اهل قرية مركوضة، شفرحوني تشتم ضيوف يقولوا اهل قرية مركوضة لا عندهم قبيلة ولا عندهم احترام. وين السرقة انت هون؟ اسمع خلاص ضيوفك عندي في البيت، انتم ضيوفك وعوائلكم عندي في البيت ولا اسمع هدرة، تمام؟ وحسكم علمكم، حسكم علمكم، ام ضيوف يحسوا بشيء يضحكوا علينا. يلا بسرعة. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله من جو، اهلا وسهلا. ها يا شيخ بشر، نتائج المباحثة الجانبية بين الأطراف المعنية. أسجل إقامة النازحين عندك ولا عند برقوق؟ الضيوف إن شاء الله يقيموا عندي هنا في البيت، يجلسوا هنا عندي، وأهلا وسهلا بهن. كرمت يا شيخ. موري كيف تجلس بيت الشيخ انت وضيوفك وبيت امك برقوق موجود؟ يا جماعة صلوا على النبي، أنا كنت أصريت على إن أنا أشيلهن عندي، بس الشيخ أبو دبشة أصر إنهم يكونوا عنده، وأنتم دارين إن الشيخ أبو دبشة كريم. لكن من باب الأصول يا برقوق. يا سالم اهجع، سكي هنا من حكاذا. أهلا وسهلا بكم. طبعا هو كان قصد ياخذكم عنده لكن أنا أبيت، قلت لا كيف الناس ضيوف عندي وإن شاء الله بتقومون عندي ونبيت بيتكم وأهلا وسهلا بكم. ما تقصر يا شيخ. يعني أسجل إقامة النازحين ببيت الشيخ أبو دبشة. أيوة. إذا اسمحوا لي أكمل إجراءاتي البيانية. مساكين مساكين ذولا نازحين، ما ذنبهم تشردوا من بيوتهم؟ الله يستر بس يا دبشة، تقولي لو أجل الحرب عندنا ينشر روح. لا تخافش يا أيوش، الحرب هناك في المدينة مش هيوصلها لعندنا. دبشة حدي حدي جدتك وهديش، الله يعلم ما يوطن. ما يوطن؟ وطن راسي. قداء ما معك مادام شايبة تضحكون؟ لا تفهمينيش غلط يا لا تفهمينيش غلط؟ انتم غلط كلها. يلا على البيت يلا. يلا بعدين شغلي معك. وانت يا هديش ما معك تهاوس بنات الناس؟ اللي بدأن اللي بدأن. يلا 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 ابوك. دبشة حدي حدي دولة. اي والله شكلهم نازحين. شاروح ابلغ ابي. سليكة وصليكة. ها يا شيخ. وينك يا ملا؟ اسمعي شو اقول لك. موضي وضيوفه شو يسكنون عندنا. وبيت امه برقوق. مش وقتهم حكايه، قصه بعدين احكي لك. حصل مشكله كده، اهم حاجه رتبي سكنه من نسوان، تمام؟ والله يا شيخ ما اقول لك الا خير، معشتي على الله انها تكفي محارم موجودات. خلاص معشتي لمحاريم والرجال يكونوا مضافه. أبا في نازحين جدد أتون وشكلهم يدورون على بيتنا. ولا ما يدورون بيتنا؟ يا شيخ مالك؟ اي غريب اول ما يدور بيت الشيخ، هيا يخرج حيدهن. اسمع ابو دبشه، لا اقدر ماشي خش تودف بنا احكي لك منها. والله على قولك. يلا ادخلي. ها زايد الزقير. يا شيخ يا برقوق. مدام قابل. ايوه يا شيخ. يقول لكم نازحين جدد قالوا لهم قضيه حقنا، خلونا نشوفهم. يلا 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 يلا. خير ما في ناجحين جدد يا شيخ. أهلا وسهلا بالناجحين، أسمعكم. بينها وقت الأسماء الآن خلينا نعرف من هون وماتن ما يشتوا منين أتون. هذا مهلي يا شيخ، نزحوا من تعز. وانا ببكاك يا شيخ. لأنه يا جماعة بعد ما وصل حرب للمدينة وتهدم البيت حقنا أجينا عندكم وما عاد معانا إلا الله ثم انتمى على القرية. بصراحة يا شيخ دول أهل خالد واتصلوا به بعد ما نزحوا، وأنا قلت له يجيبون له هنا عند الشيخ أبو دبشة، وأنت شيخ الكرم والجود لا يمكن ترد خالد. يا لكن احنا يعني أبشروا أبشروا، أنتم نيتيتم قرية مركوضة عند الشيخ أبو دبشة اللي عمره ما رد حد. يا جماعة لا تسرعوا. خير ما فعلتم، أنكم أتيتم لما هنا، والمعروف على الشيخ أبو دبشة إنه ما يرد حد. يا جماعة أنا قصدي وصلتن لبيت الشيخ أبو دبشة، شيخ كرم والجود سليل حاتم الطائي. تفضلوا. احنا تفضلوا يا جماعة، أنتوا وصلتوا لعند الشيخ قرية مركوضة، لا يظلم حد ولا يرجع حد. بسم الله،
هيا تفضلوا تفضلوا. وين يا جماعه؟ لحظه يا ناس، يا ناس لحظه. ليش انت الشيخ والمشيخة شضمارو شربها. لا دعك الهم يا غالي دعني، همي همك همي همك كل ما عانيت عني. لا دعك الهم يا غالي دعني، همي همك همي همك كل ما عانيت عني. اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. افرح افرح كل ما طابت امورك، واحزن انقاست ويتكدر شعورك. كل ما طابت امورك، واحزن انقاست ويتكدر شعورك. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد، خلينا في هم واحد نتجزى هم ثاني. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد، خلينا في هم واحد نتجزى هم ثاني.